من آثارها معاشر الكارم أولا أن أهل لا إله إلا الله تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم لهذه الكلمة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه. وكرر هذا الأصل العظيم في خطبه عليه الصلاة والسلام في عرفة ويوم العيد وأيام التشريق، فقال: إن دماءكم، يعني يا أهل لا إله إلا الله، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كرر هذا الأمر العظيم والأصل العظيم، كرره عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة ليبين على أهميته. ولما قتل أسامة رضي الله عنه مجتهدا، قتل رجلا كان في معركة وهو يقاتل ويقتل الصحابة، لكنه لما كان بينه وبين أسامة مسافة قليلة قال: لا إله إلا الله. يعني ذاك الكافر نطق بلا إله إلا الله، فما كان من أسامة إلا ضربه وقتله. ظن أسامة رضي الله عنه أن هذا قالها تعوذا من السيف، خوفا من السيف، أراد أن يحمي نفسه من السيف، فقتله مجتهدا رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أسامة قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قالها تعوذا. قال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: نعم. قال: تعوذا يا رسول الله. قال: أشققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ انظروا إلى عظمة هذه الكلمة يا أخوة، انظروا إلى أهميتها، كيف يحقن وتحقن بها الدماء والأموال والأعراض. وانظروا إلى بعض من تشوهت أفكارهم، كيف أصبح عندهم قتل من يقول لا إله إلا الله من أسهل الأشياء. فكم ممن قتل ممن هو يقول لا إله إلا الله، يقتل ويلقى في المزابل هكذا بكل برود. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هؤلاء الذين انتهجوا هذه الأفكار الخطيرة المتطرفة لا يفقهون معنى هذه الكلمة ولا أهميتها ولا ثمرتها ولا عظمتها عند الله جل وعلا. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه. قد تختلف معه في رأي في أمر ما، لكن تبقى لهذه الكلمة حرمة عند الله جل وعلا، تبقى لهذه الكلمة حرمة عند الناس، لأن هذه الكلمة عظيمة يا أخوة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. ومن قال لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلذلك هذه الكلمة ينبغي على المسلم أن يعظمها ويعظم أهلها الذين يأتون بها وبشروطها.